توفي مغني الراب التونسي أحمد العبيدي المعروف بلقبه الفني كافون يوم السبت 10 من مايو عام 2025 عن عمر ناهز 42 عاما بعد صراع طويل ومرير مع المرض. يعد كافون من أبرز الأسماء في ساحة الراب التونسي، حيث لمع نجمه بأغنيته الشهيرة حومانية التي لاقت انتشارا واسعا وارتبطت بواقع الشباب في الأحياء الشعبية، كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة أبرزها مسلسل النوبة، ما عزز من حضوره الفني والجماهيري. عانى كافون لسنوات من مشاكل صحية مزمنة بدأت بإصابته بمرض نادر يؤدي إلى ضيق في الشرايين، مما اضطره إلى بتر ساقه الأولى عام 2017 ثم ساقه الثانية في 2018. وفي تصريحات سابقة أقر بأن تعاطيه للكحول والمخدرات ساهم في تدهور حالته الصحية والنفسية وأثر على نشاطه الفني بشكل كبير. وفي عام 2023 أعلن كافون عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضه لجلطة دماغية خفيفة، مؤكدا آنذاك استقرار حالته الصحية. وعلى الرغم من التحديات الجسدية والنفسية ظل متفائلا ومتمسكا بالحياة، محاولا العودة إلى الساحة الفنية. برحيل كافون تفقد الساحة الفنية التونسية صوتا مميزا عبر بصدق عن قضايا وهموم الشباب، وجعل من موسيقى الراب وسيلة لنقل رسائل واقعية وصادقة. سيبقى اسمه حاضرا في ذاكرة محبيه، وسيظل أثره الفني محفورا في وجدان جمهور واسع من تونس والعالم العربي، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة له. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، نلتقي في خبر جديد وفيديو قادم. إلى اللقاء.